ازيكم عاملين ايه؟ النهارده معايا يوسف امين اجمد مرشد سياحي في مصر، هياخدنا النهارده جوله في المتحف المصري الكبير. ازيك يا يوسف؟ صباح الخير، ازيك؟ عامل ايه؟ عامل الاخبار؟ ايه؟ كله كويس؟ كله تمام؟ ماشي الحال. ايه هتعمل معانا ايه النهارده؟ هتبتدي بايه الاول؟ هتورينا ايه الاول؟ هنبتدي باللي داخلين عليه. اول حاجه المسله المعلقه تمام بتاعه الملك رمسيس الثاني. تمام. هو احترف ان هو يسرق قطع اللي تخص الملوك اللي قبل منه. تمام. فكان بيكتب اسمه على التماثيل والمسلات بتاعته من القاعده من تحت. ده كان بيحصل ايام الفراعنه ان حد يسرق هو حاجات؟ رمسيس نفسه كان بيسرق القطع الاثريه زي التماثيل والمسلات بتاعت الملوك اللي قبل منه. تمام. ويمسح اساميهم ويكتب اسمه. فهو توقع ان نفس الشيء هيحصل للحاجه بتاعته، فعشان كان يسيب اسمه على الحاجه مخلده الى الابد كان بيخبي اسمه في القاعده بتاعت التمثال او المسله من تحت. فاحنا لما جبنا المسله دي بقينا عايزين نوري الناس ان الاسم مكتوب من تحت. احنا على طول بندرسها في الاثار لكن ما حدش بيعرف يشوفها لان التمثال او المسله واقفه على الارض. فبقينا عايزين نعلق المسله دي في الهواء عشان الناس تقدر تشوف اسم الملك مكتوب من تحت. عشان كده عملنا القاعده دي مخصوص عشان تواجه الزلازل اللي بتيجي من وقت للتاني في مصر، عشان المسله الاثريه ما تقعش بعد عرضها. عشان كده هنقرب وهنشوف اسم الملك مكتوب الخرطوشه بتاعته في قاعده المسله من تحت. بص فوق كده هتقدر تشوف الخرطوش بتاع الملك. خرطوشتين لان كل ملك ليه اسم ملكي واسم اللي هو اسم التتويج واسم الولاده. ودي القاعده اللي المفروض بيقف عليها المسله ذات نفسها. فاحنا كده امكاننا ان احنا نوري الناس ان القاعده بتاعه التمثال مكتوب عليها اسم الملك. القاعده هنا اهوت معموله من البازلت الاسود وعليها اسم مصر بكل لغات العالم. كذلك العمدان اللي تحت المدخل اللي تحت الهرم بتاع المدخل برضو معموله من البازلت الاسود عشان اسم مصر قبل ما يبقى مصر باللغه العربيه هو اسمها كيمت. عشان كده بنسمع عن الكميته. كيمت يعني الارض السوداء مش ارض السود. هنا في فرق رهيب. الارض السوداء يعني الطينه السوداء اللي جايه مع نهر النيل اللي هي كلها خصوبه. وكيمت دي بقت كوبت، كوبتوس، ايجيبتوس، ايجيبت اللي هي اسم مصر في الوقت الحالي. بنسمع الفترة الأخيرة عن الكميتة ومشاكل ناس كتير مع الكميتة. هل مصطلح كميتة دي حاجة مش كويسة أصلا؟ هو كميتة يعني مصري. تمام. وكوبتك يعني مصري. تمام. يعني أنا لما أقول إن أنا قبطي كل من يحمل الجنسية المصرية هو قبطي. تفتكر ليه ناس كتير بيهاجموا كلمة كميتة أو أي حد بيعتز بكونه مصري أو أصله مصري؟ بص الناس اللي عقولها وتفكيرها محدود دايما بيربط كل حاجة بدين وعلاقة دين بالتاريخ. وده حاجة ملهاش علاقة بأصول البشر وبحضارتهم. حضارتنا كمصريين عدى عليها اليونانيين، ما جيناش في يوم قلنا ان احنا يونانيين، وعدى علينا الرومان وعدى علينا البيزنطيين وجانا في الاخر العرب. ممكن حضارتنا اختلطت بالحضارات دي كلها بس في الاخر الهوية المصرية لا تندثر ولا تنتهي، وهنفضل مصريين وهنفضل كميتة وهنفضل أقباط. وانا احب ان انا اقول ان احنا أقباط اكتر من كميتة علشان ما نرجعش لورا قوي كده. احنا أقباط. ذكرت الدين من شوية. هل احنا عندنا معلومة مين هو الفرعون اللي كان مع النبي موسى عليه السلام؟ لا، معلومة مؤكدة مستحيل. مش هتلاقيها. وده لسبب واحد، علشان احنا بنتكلم النهاردة عشان تدخل المصادر الدينية تبقى مرجع تاريخي. مش كل الناس هتصدق فيها. يعني انا بؤمن بالكتاب المقدس، انت بتؤمن بالمصحف. المعلومة اللي جاية فيه صح بالنسبة لك غلط بالنسبة لي، المعلومة اللي عندي صح بالنسبة لي غلط بالنسبة لك. فالكتب السماوية لا تؤخذ مرجع للتاريخ. اللي يؤخذ مرجع للتاريخ هو دايما الآثار. فما عندناش أثر بيتكلم عن النبي موسى أو النبي يوسف أو أي أنبياء عدوا في أرض مصر. المعتقدات الدينية ملهاش علاقة بالأثر. الأثر دي حاجة تانية. طيب هل ده هيوصلنا في الآخر لاسم الملك اللي كان موجود؟ مستحيل. لأن خلينا نكون كده منطقيين ونتكلم ببساطة. لو النهاردة الملك بيتكلم عن إنجازاته في آثاره وبيحط
في التاريخ بتاعه اللي بيخلده افضل انجازاته. اكيد مش هيكتب في انجازاته ولا في انجازات اللي قبل منه انه كان بيطارد الاعداء وغرق في البحر، فده عمرهم ما هيسجلوه، وبناء عليه عمرنا ما هنعرف مين هو الفرعون موسى. طيب عندنا المتحف هنا هوت لما تم تصميمه، او التصميم دوت اللي كسب كان احسن تصميم بيمثل امتداد الحضاره المصريه القديمه. هنلاقي هناك الاهرامات، ويعتبر واجهه المتحف عليها الاهرامات اللي مصنوعه من الالاباستر دي عشان تمثل امتداد للحضاره المصريه القديمه. الهرم اللي في المنتصف هو يعتبر المدخل، وحواليه المثلث اللي معمول من اللون الاسود، في قلبيه خراطيش اللي فيها اسامي ملوك اشهر ملوك مصر، ومن ضمنها في عندنا شباك صغير في شكل اشعه الشمس. ينفع نقرب منها شويه؟ يلا بينا. بص يا سيدي، هتشوف عندك الشباك اللي موجود فوق ده تم تفريغه بالقصد علشان هيبقى مصدر لادخال شعاع ضوء داخل المدخل العظيم بتاع المتحف. برضو بنرجع نشوف من عن قرب هنا العمدان اللي بتحمل المدخل، الهرم بتاع المدخل، وعليها اسم مصر بجميع لغات العالم، الألماني والياباني والعربي وكل لغات العالم بدون تمييز، حتى موجود اسم اللغة المصرية القديمة. طيب حسيت بالفرق درجة الحرارة؟ اه. استنى كمان لما نخش جوه ونعدي يعني الهرم انا بالكامل. حاسس احنا حاليا في تكييف. عايز اقول لك ان هنا مفيش تكييف، زيرو تكييف. معقولة؟ المدخل ده بالكامل بتختلف درجة حرارته عن بره من 7 ل 12 درجة مئوية صيف شتاء، بسبب تصميم السقف بتاع المدخل، وبسبب وجود الشباك اللي موجود هناك، او المدخل اللي هناك دوت بيبقى مواجه لاتجاه الريح الموسمية في مصر. طيب كده يبقى عندنا فيه هواء طبيعي داخل، وإضاءة غير مباشرة للشمس داخلة هنا علشان نوفر استهلاك الكهرباء، لأن المتحف دوت يعتبر أول متحف أخضر في العالم بالكامل، بيعتمد على الطاقة الشمسية والطاقة الخضراء. طيب يجي الناس بعد كده كانت عملت فيديوهات قال لك الحق المتحف بيغرق. ما هو وضع طبيعي ان لما اعمل سقف يسمح للهواء ينزل، المطره كمان هتنزل، بس احنا عندنا في الارض ان هو تصريف امطار موجوده اهي ومعمول حسابها منذ الانشاءات، فاحنا ما اتفاجئناش بحاجه زي كده، دي كانت معمول حسابها في التصميم. نبتدي بقى نتكلم عن رمسيس الثاني والتمثال بتاعه هنا.